جالك انذار على قناتك ومش عارف تشيله. في الفيديو ده هقولك على طريقة سهلة تقدر تعملها بطريقة سهلة مش هتاخد منك وقت. ويلا بينا نبدأ الفيديو. طبعا يا جماعة القناة اللي قدامكم دي قناة عميل عندي، بس انا مكنتش قادر اصور لكم عشان كان في دوشة في البيت وكده. تعالوا نبدأ. زي ما انتم شايفين بيجيلنا انذار واحد بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر على مثلا على المنصة بتاعتك او على فيديوهاتك. فلما انت تواجهك المشكلة دي بتعمل ايه؟ بتجيلي مثلا بتدوس على البتاع اللي فوق دي، تمام، بتدوس عليها بتظهر معاك الواجهة دي. بعد كده بتجيلي على كلمة البدء الآن. طب لو ما ظهرتش معايا البدء الآن دي يا أمير أعمل إيه؟ هتجيلي عند اختيار إجراء، أو هتجيلي عند يجب إكمال مدرسة حقوق الطبع والنشر لانتهاء صلاحية الإنذار. هتجيلي عند الحاجتين دول لو أنت ما جاياش عندك كلمة البدء. بعد ما تبدأ على تدوس على كلمة البدء الآن هتظهر معاك الواجهة دي، بيقول لك من فوق مدرسة حقوق الطبع والنشر زي ما أنتم شايفين كده. تمام، بيقول لك هنا مشاهدة الفيديو. تمام. تعالوا نقرا. إذا تلقيت الإنذار الأول بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر عليك إكمال برنامج مدرسة حقوق الطبع والنشر يساعدهم هذا الفيديو في التعرف على طريقة عمل حقوق الطبع والنشر في يوتيوب. ستنتهي صلاحية الإنذار بعد 90 يوم. عشان تكونوا عارفين الإنذار ده بعد ما هتعمل الحاجات دي أو تعمل مدرسة اليوتيوب بمعنى كلمة بعد 90 يوم بالظبط اللي هو 3 شهور هيتشال من عندك الإنذار. تمام. طريقة تانية يستغرق إكمال البرنامج حوالي 10 دقائق. يمكنك التعلم من خلال أمثلة وحل متعلقة بحقوق الطبع والنشر. لديك عدد غير محدود من المحاولات للعثور على الحل الصحيح. بمعنى الكلمة إيه؟ بيقول لك عشان تقدر تتخلص من الإنذار ده عليك حاجتين. أول حاجة بتسمع لي فيديو 4 دقائق أو 3 دقائق، كده معانا كل حاجة 3 دقائق مثلا. تمام. وبرضه هتعمل لي هتحل لي أسئلة حركة 4 أسئلة أو 5. تمام. تعالوا مع بعضنا كده وهوريكم كل الأسئلة وهوريكم كل حاجة. تعالوا كده لو جينا مثلا بعد كده بتدوس على كلمة التالي زي ما انتوا شايفين دي. بعد كده بيظهر معاك الواجهة دي أو الفيديو بيدخلك على طول على الفيديو ده. تمام. زي ما انتوا شايفين الفيديو معانا 3 دقائق و3 ثواني. لو جيت هنا برضو بيعرفك ازاي مدرسة حقوق الطبع والنشر بتمشي ازاي وايه الاجراءات اللي تاخدها وايه الاجراءات اللي ما تعملهاش عشان ما تواجهكش مثلا حقوق الطبع والنشر والحاجات دي. بعد كده بيجي لك الاسئله. بص كده من فوق بيقول لك مدرسه حقوق الطبع والنشر. تمام. هنا بيقول لك ايه؟ بص السؤال الاول والرابع معاك من الاسئله من 1 ل4 اسئله. بص هنا بيجي لك اذا تمت اضافه عباره عن الاستخدام العادل ده على حسب كل شخص او كل مثلا واحد او كل قناه على حسب الاسئله اللي عندها. يعني بمعنى الكلمه بيديك 4 اسئله من المختصر على حسب الاسئله بتاعتك شبهي مش شبهي على حسب ما اليوتيوب بيعملها. طب يا امير انا دلوقتي ما عرفتش احل الاسئله ولا مش عارف اعمل الحاجات دي. الحل بسيط. كل اللي عليك هتدخل لي مثلا على برنامج اي اي. تمام. اي برنامج هتصور له السؤال او هتكتبه له وتقول له عايز الحل نعم او لا. كل اللي عليك بتكتب نعم او لا. طب يا امير انا دلوقتي مثلا غلطت في سؤال وما عرفتش مثلا دوست على كلمة نعم وهو كانت الاجابة صحيحة غلط مثلا. لا، كل اللي عليك بعد كده بيديك اعادة المحاولة. اول ما بتدوس كده بيقول لك اعادة المحاولة. بيديك كذا محاولة. يعني ما تقلقش مثلا من اي حاجة. ما تقولش مثلا كده يوتيوب خلاص لو ما حليتش الاسئلة دي يوتيوب ما عرفش. لا، بيوقف معاك واحدة واحدة. لو اداك السؤال الاول مثلا خطأ بيديك الاجابة على طول. بيقول لك اعادة المحاولة. وانت بقى على حسب قال لك نعم تكتب نعم، قال لك لا تكتب لا. فاهم قصدي؟ بعد كده بيظهر معاك الواجهة دي. هتلاقي الانذار اختفى. تمام. بيظهر اول حاجه معاك الواجهه دي. الخطوه التاليه بيقول لك ستنتهي صلاحيه الانذار بتاعك بعد 90 يوم زي ما انتم شايفين. ويرجى العلم ان القنوات التي تلقى 3 انذارات بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر خلال 90 قد تم ازالتها. يعني بيقول لك من خلال مثلا لو اضافت عندك 3 انذارات مثلا بيقول لك هيمسح لك قناتك خالص. اول حاجه هو بيبدا بايه؟ بتحذير. تاني حاجة بيبدأ معاك بإنذار أول، إنذار تاني، إنذار تالت. بعد كده تلقائيا بيقفل لك القناة خالص من غير أي تعقيد ولا يقول لك هات كذا ولا بتاع. لا، بيقفل على طول لو جبت 3 إنذارات. تمام. بيقول لك بعد كده بتدوس على تم زي ما انتم شايفين كده. هيظهر معاك الواجهة دي. بتدوس على كلمة حفظ. بعد ما تدوس كده بتطلع بتلاقي زي ما انت شايف كده الإنذار اتشال زي ما انتم شايفين هنا برضو. تمام. كان هنا ازاي قاعد
هنا بقى اتشال خالص. ده الفرق بين مثلا ان تعمله عند مدرسة حقوق الطبع والنشر او تطنشه. طب لما جتليش مثلا يا امير الكلام ده، هتنتظر بالظبط 90 يوم او 3 شهور بالكثير على حسب اليوم اللي انت بادئه، مثلا في شهر مايو، في شهر ابريل، اي شهر. المهم هتنتظر 3 شهور. تمام. لو ما جتلكاش طبعا الانذار بيبقى قبل كده، فعادي هتعديه يوتيوب كده 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 يعني. طب ايه السبب مثلا اللي بيجيب لي امير حقوق طبع النشر، والاسباب اللي بتجيب لي الحاجات دي؟ اول حاجه بيبقى محتواك مثلا يبقى محتوى معاد استخدامه، او مثلا بتجيب لي موسيقى من مكان، او بتاخد فيديوهات من مكان تاني. الحاجات دي بتسبب لك ايه؟ انذار وتحذير. اول حاجه بيديك التحذير، بعد كده الانذار الاول والانذار الثاني، بعد كده الثالث، بعد كده بيقفل قناتك زي ما انتم عارفين. طب يا امير ايه الحل عشان ما يجيليش الانذارات دي وامشي مستقيم؟ اول حاجه لو فيديوهاتك بتحتاج موسيقى، عندك مكتبه اليوتيوب تجيب منها موسيقى زي ما انت عايز. كل الموسيقى هتلاقيها عند مكتبه يوتيوب، وطبعا دي مش بتجيب لها حقوق طبع ونشر عشان دي من يوتيوب نفسي. تاني حاجه مثلا انا دلوقتي يا امير مثلا كنت باخد فيديوهات من حد، مالكش دعوه، ما تاخدش فيديوهات تاني، وابدا اطلع بنفسك، صور بصوتك، صور بوشك، على حسب ما انت عايز تعمل اعمله. بس كل اللي عليك ما تاخدليش فيديوهات من اي مكان تاني ولا اي حاجه من الحاجات دي. تمام. كل اللي عليك تمشي مثلا تصور لي نفسك، تصور صوتك مثلا، تمشي مستقيم. زي ما قلت لك فيديوهاتك بتحتاج مثلا موسيقى، كل اللي عليك بتدخل على مكتبة اليوتيوب بيديك كل حاجة. وزي ما قلنا السبب بيبقى ساعات برضو بتعمل انت ايه، ساعات بتعمل في ارشاد منتدى والحاجات دي، بتعمل مثلا تخالفه. فلما تخالفه بيديك تحذير اول، بعد كده بيديك الانذار الاول. زي ما انتم عارفين لو اداك التالت القناة بتتزال على طول من غير اي كلام. وكده باذن الله نكون اديناكم الطريقه الكافيه. ويا ريت ما تنساش الدعم بتاعك باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. مع السلامه، سلام.